السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا المشهد ده للحظة. انت واقف قدام مدخل مقبرة فرعونية عمرها أكتر من 3000 سنة. الهواء بارد والظلام كثيف، وكل خطوة بتاخدها جوه المكان صداها بيرجع لك من الجدران الحجرية القديمة. تقرر تدخل، تمشي شوية في الممر الضيق، وفجأة تسمع صوت حجر ضخم بيتحرك في مكان ما. ثواني قليلة وتبدأ تتخيل أسوأ الاحتمالات. هل ممكن يكون في فخ اتفعل؟ هل ممكن تكون المقبرة دي مصيدة موت؟ السؤال ده شغل خيال الناس لسنين طويلة. هل مقابر الفراعنة كانت فعلا مفخخة؟ هل كان المصري القديم بيبني مقبرته كأنها بيت رعب مليان أفخاخ قاتلة لأي شخص يحاول يسرق كنوزه؟ ولا كل اللي سمعناه ده مجرد أساطير صنعتها الأفلام والقصص؟ الحقيقة أغرب شوية مما تتخيل. وقبل ما نكمل، لو أنت من الناس اللي بتحب الغموض وأسرار التاريخ والقصص اللي محدش بيتكلم عنها، يبقى لازم تكون جزء من مجتمع أسرار صامته. القناة دي معمولة علشان نكشف فيها أسرار التاريخ والألغاز الغامضة اللي فضلت مدفونة آلاف السنين. فلو لسه جديد هنا، اعمل اشتراك دلوقتي وفعل الجرس علشان ما يفوتكش أي سر جديد. دلوقتي خلينا نرجع آلاف السنين للوراء. المصري القديم كان عنده اعتقاد قوي جدا بالحياة بعد الموت. كان مؤمن إن الإنسان بعد ما يموت روحه بترجع لجسده مرة تانية في العالم الآخر، وعلشان كده كان لازم الجسد يفضل محفوظ. ومن هنا بدأت فكرة التحنيط والمومياوات. لكن المقبرة ما كانتش مجرد مكان لدفن الجسد وبس، كانت مكان بيتحط فيه كل حاجة ممكن يحتاجها المتوفى في حياته الجديدة: ذهب، أحجار كريمة، تماثيل، أثاث، وأحيانا حتى الطعام والشراب. كل الكنوز دي كانت بتتحط جوه المقبرة علشان ترافق صاحبها في العالم الآخر. لكن وجود الكنوز دي كان معناه مشكلة واضحة جدا: اللصوص. أي حد يسمع عن المقابر دي أكيد هيحاول يوصل لها ويسرقها. علشان كده المصري القديم بدأ يفكر إزاي يحمي المقبرة دي. في البداية كانت الوسيلة بسيطة: التحذيرات. كانوا بينقشوا على جدران المقابر عبارات تهديد دينية تخوف أي شخص يفكر يدخل المقبرة، زي مثلا: كل من يزعج نومي سيعاقبه الإله العظيم. أو عبارات بتقول إن الموت سيصيب كل من يحاول الاعتداء على المقبرة. لكن الحقيقة إن التحذيرات دي ما كانتش كفاية، لأن المقابر اتسرقت فعلا، وكتير منها اتنهب بعد فترة قصيرة من دفن أصحابها. وده خلى المصري القديم يبدأ يستخدم طرق أكثر ذكاء. أول طريقة كانت إخفاء المقبرة نفسها. بدل ما المقبرة تكون واضحة، كانوا بيبنوها في أماكن صعبة الوصول، وسط الجبال أو تحت الهضاب أو في أماكن معزولة تماما. واحد من أشهر الأماكن دي هو وادي الملوك، المكان اللي اتدفن فيه عدد كبير من ملوك مصر القديمة. لكن حتى إخفاء المقبرة ما كانش كفاية. علشان كده بدأ المهندسون المصريون يستخدموا حيلة جديدة: الممرات الوهمية. كانوا يبنوا المقبرة على شكل متاهة، ممرات طويلة، أبواب كتير، وغرف فاضية. اللص ممكن يدخل المقبرة ويفضل يمشي في الممرات ساعات، وفي الآخر ما يوصلش لأي حاجة. وفي أحيان كتير كانت غرفة الدفن الحقيقية مخفية خلف جدار حجري ضخم. يعني حتى لو اللص دخل المقبرة مش بالضرورة يلاقي الكنوز. طريقة تانية استخدمها المصريون القدماء كانت الأحجار العملاقة. بعد دفن الملك كانوا بيحطوا كتل حجرية ضخمة في الممرات المؤدية لغرفة الدفن. الأحجار دي ممكن يكون وزنها عشرات الأطنان، وده كان بيخلي إزالة الحجر شبه مستحيلة. وفي بعض المقابر كانوا بيستخدموا الآبار العميقة: بئر محفور قدام غرفة الدفن مباشرة. أي شخص يحاول يكمل الطريق يلاقي نفسه فجأة قدام حفرة عميقة يصعب عبورها. لكن بالرغم من كل الوسائل دي، الحقيقة الصادمة إن معظم المقابر الفرعونية اتسرقت بالفعل. مش في عصرنا، لكن في العصور القديمة نفسها. اللصوص كانوا أحياناً عمال يشتغلوا في بناء المقبرة، وكانوا عارفين مكانها بالضبط. لكن في مقبرة واحدة تقريباً قدرت تنجو من السرقة لفترة طويلة: مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون. لما تم اكتشاف المقبرة دي في القرن العشرين، العالم كله اتفاجئ بكمية الكنوز الموجودة جواها: ذهب، تماثيل، عربات حربية، وقناع ذهبي مذهل بقى واحد من أشهر القطع الأثرية في التاريخ. الاكتشاف ده كشف للعالم قد إيه مقابر الفراعنة كانت مليانة كنوز فعلا. لكن في نفس الوقت بدأت تظهر أسطورة جديدة: أسطورة لعنة الفراعنة. القصة اللي بتقول إن أي شخص يقتحم مقبرة ملك فرعوني
ممكن يتعرض لحوادث غامضة أو موت مفاجئ. هل اللعنة دي حقيقية ولا مجرد صدفة؟ ده سر تاني ممكن نتكلم عنه في حلقة قادمة هنا على قناة أسرار صامتو. ولو انت وصلت للنقطة دي من الفيديو، يبقى أكيد انت من الناس اللي بتحب الغموض فعلا. اكتب في التعليقات كلمة سر علشان أعرف إنك متابع لحد هنا. وما تنساش تعمل اشتراك في قناة أسرار صامتو، لأن الحلقات الجاية هنتكلم فيها عن أسرار أغرب بكتير من اللي سمعته النهاردة. أسرار عن الحضارات القديمة، ألغاز تاريخية، وقصص حقيقية لسه العلم ما قدرش يفسرها بالكامل. وفي النهاية، مقابر الفراعنة ما كانتش مليانة سهام طايرة ولا جدران بتقفل فجأة زي ما الأفلام بتصور، لكنها كانت مليانة ذكاء هندسي وحيل معمارية هدفها حماية المومياء والكنوز. لكن السؤال اللي مازال بدون إجابة حتى اليوم هو: كم عدد المقابر الفرعونية اللي لسه مدفونة تحت الرمال ولم يكتشفها أحد بعد؟ ربما في مكان ما في صحراء مصر يوجد مدخل مقبرة لم تطأه قدم إنسان منذ آلاف السنين. وكان معكم أحد الباحثين عن الحقيقة في قناة أسرار صامته، ونلتقي في سر جديد قريباً.